السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من السلسلة ديالكم مراكش كيف ما عمرك ما شفتيها ولا سمعتيها. من بعد ما قريت عدد كبير من التعليقات ديالكم على الفيديو السابق، قررت نهضر على واحد من أكثر المواضيع اللي كيقلقوا المراكشيين والناس اللي كيزوروا المدينة. مراكش كانت ديما مدينة ديال البهجة، ديال الضيافة، ديال الشمس والسياحة، ولكن اليوم بزاف ديال الناس كيطرحوا نفس السؤال: واش مراكش ما بقاتش هي مراكش؟ اللي كيجي للمدينة اليوم سواء سائح ولا مغربي من الجالية كيتفاجئ بأسعار ملتهبة، بخدمات ناقصة وبممارسات ماشي في المستوى، وكأن المدينة ولات كتعامل مع الزائر كأنه بنك متنقل ماشي إنسان خاصو الاحترام والتقدير. حسب المندوبية السامية للتخطيط، جهة مراكش أسافي سجلت في 2023 ارتفاع في المواد الغذائية بنسبة 7.3%، وهي نسبة كبيرة كتفوت المعدل الوطني. وهذا الشيء ماشي غير في الماكلة، سومات الكرا، فاتورة الماء والضوء، أثمنة الفنادق، كل شيء طالع. مثلا تقرير من موقع بوكين بين أن ثمن ليلة واحدة في فندق 3 نجوم في مراكش وصل حتى ل 850 درهم، وفي الصيف قفز حتى ل 2500 درهم في بعض الفنادق المصنفة. الناس كيقولوا هاد الثمن نقدر نبات به في مدريد ولا لشبونة، ماشي مراكش. في واحد التعليق ديالكم تيقول: كندي معايا 200 درهم ونرجع الكفة خاوية، الحوت عافية، اللحم عافية والفواكه، وفينا هو الطبيب والدواء والسفر والترويح عن النفس. كنت باغي نمشي ندوز شي أيام مع عائلتي الصغيرة، شفت الأثمان ديال لوتيل وتصدمت، أغلى من أوروبا، حشومة، بغاو ياكلوا كلشي. هكا عبر مهاجر مغربي كان بغا يجي لمراكش هاد الصيف، واليوم بدل الوجهة. تقارير من الصحافة المحلية والوطنية وشكايات مباشرة من الزوار كتكشف على بزاف ديال الاختلالات: مواعيد ما كتحترمش، نظافة ناقصة في بعض الفنادق والرياضات، غياب تام للشفافية في الثمن، مرشدين فوقيد كينصبوا على الزوار وغيرها من الاختلالات المسيئة. تقرير رسمي سجل في 2023 أكثر من 230 شكاية نصب على السياح في مراكش بوحدها، وهذا الرقم راه غير رسمي لأن بزاف ديال الناس ما كيتقدموش بالشكايات. واحد من أبرز المشاكل اللي كتشوه صورة مراكش واللي جات في التعليقات ديالكم هو كثرة المتسولين، خصوصا في ساحة جمل فنا وسط المدينة القديمة. بزاف ديال السياح كيتشكاو من مضايقات، تحرش وكلام خايب، خصوصا العائلات والعيالات. مرشدين سياحيين كيأكدوا ان هاد الظواهر كتشوه صورة المدينة وكتخلي بعض الزوار يبدلوا الوجهة. الزائر ما غاديش يرجع في الصيف الجاي الا ما حسيتيه بالاحترام والامان. بطبيعة الحال المغرب كيتجهز لاستضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، ومراكش في قلب المشاريع: توسعة المطار، تحسين الطرق، تجهيز الفنادق، ترميم الملاعب. لكن السؤال اللي كيتطرح: فين هو الاستثمار في الناس، في العامل البسيط، في العنصر البشري؟ المواطن اللي ساكن في الحومة، اللي كيبيع في السويق، اللي كيخدم في لوتيل ولا مطعم، واش كاين اهتمام به؟ ولا الكاميرا كتصور غير الواجهة بلا ما نشوفوا العمق؟ مراكش اليوم كتعيش أزمة توازن: كاين الاستثمار، كاين الزوار، كاين البنيات التحتية، ولكن فين هو الضمير؟ السائح سواء أجنبي ولا مغربي ماشي غير زبون، هو إنسان كيتفاعل مع المدينة، كيشوف، كيسمع وكيحكم. وإلا ما حسش بالأمان، بالجودة وبالثمن المعقول، راه غادي يمشي وما يرجعش، وربما يقول كلمة خايبة اللي تضر آلاف الناس اللي كيعيشوا من السياحة. خاصنا نرجعوا مراكش ديالنا، ديال الناس، ديال البسطاء، ديال الضحك والبهجة والماكلة البنينة بثمن معقول، ديال الشارع النقي والناس اللي كتخدم بشرف. خاصنا توازن جديد ما بين السياحة والساكنة والجودة والضمير. المدينة زوينة، ولكن خاص اللي يخدم عليها بحب وقناعة، ماشي بطمع وجشع. كنشكركم على المتابعة، ما تنسوش تشاركوا الحلقة وتكتبوا آراءكم. واش فعلا مراكش ولات كتجري على السائح؟ واش يمكن نرجعوها بحال قبل؟ اشنو الدور ديالنا جميع؟
ما تبخلوش عليا بالإعجاب والاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد، وخليوا لي رأيكم في الكومنتير. شنو خاص يتبدل في مراكش باش تولي مدينة زوينة للناس كاملين ماشي غير للزوار؟ رأيكم كيهم، وصوتكم يقدر يبدل بزاف ديال الحوايج. شكرا من القلب، وبقاو معايا، راه شلة ما يتقال.